السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنشوف كفر الترابيزة المدورة دي هنعمله ازاي. انا عاملاه من بواقي القماش. بصوا الترابيزة دي مدورة، شايفين القماش ده قطيفة بس كانوا حتتين فوصلتهم بعض. بصوا الوصلة باينة حتى من النص. انت لو هتعملي قماش مش متوصل او عايزه تعرفي المقاسات قد ايه بتاعه الترابيزه، بتاخدي قطر الترابيزه اللي هي المسافه. بصوا شايفين الخط ده المتوصل ده من اوله لاخره، هو ده القطر. بتاخدي المسافه دي وبتزودي عليها بقى 20 سنتي، اللي هي 10 سنتي نازله من كل داير كده حوالين داير، وتقومي مدوراها. طريقة التدوير بتاعت القماش ده او اي قماش عايزة تدوريها انا قلتها قبل كده في فيديوهات كتير، وهنزل لكم الرابط بتاع فيديو في طريقة الدوران دي بناخدها ازاي. انا دورت في الفيديوهات اللي فاتت مش لاقية ازاي ادور اي شكل، او ممكن يكون جوه فيديو بس انا ما خدتش بالي منه، فقلت اصور لكم ازاي بندور اي حاجة عندنا. اول حاجة عشان ندور اي شكل عندنا سواء مفرش ترابيزة او سرير او اي حاجة، بربع القماشة الاول، يعني بخليها مربعة. يعني لو هي بالشكل ده كده مستطيلة او اي شكل بربعها ازاي؟ ان انا اخلي ده قد ده. طب اخلي ده قد ده ازاي؟ اما ان انا اقيسه، او اسهل طريقة ان انا امسك الطرف ده كده واقوم حطاه كده. بصوا احطه كده بحيث هنا البوزة دي تبقى مظبوطة والخط ده كده على الخط مظبوط، واجي او مقصة الجزئية دي. بس كده انا ربعت القماشة اللي معايا. عشان اعرف ادورها لازم تبقى القماشة مربعة. لو هتعملي بقى سرير مدور، لو هتعملي مفرش ترابيزة اي حاجة، بعد كده اقوم عاملة القماش كده بالنص، واقوم تانية تاني بالنص، ادي كده تانيناه مرتين، واجي من عند الحتة دي اللي هي المتنية دي، بصوا هنا عند البوزة دي، واقوم حاطة المسطرة كده واقيس القماش ده قد ايه. يعني مثلا هنا جايين لحد العلامة دي. انتوا عارفين انا معلمة هنا ليه؟ لان انا قصيت الفيديو ده عملته كذا مرة، يعني مش مرة واحدة، وكل مرة يبوظ مش عارفة ليه. يعني هي حاجة بسيطة زي كده ومفيش فيديو عايز يكمل فيها. انا اعلم على العلامة لحد هنا مثلا، دي ما تتحركش من هنا. العلامة اللي انا معلماها دي تفضل ثابتة كده، ودي بس اللي تتلف، يعني دي بس الناحية دي المسطرة من هنا بس اللي تتلف كده، وانا بلفها او واخدة علاماتي. المهم ان هنا دي ما تتحركش. اتاكد في كل مره بلف فيها المسطره كده ان هنا عندي العلامه اللي انا واخداها دي عند البوزه بالظبط، واقوم حاطه علامه لحد لما اوصل للاخر خالص. هلاقي ان لما اجي اوصل كده اهي، هنا هلاقيها على العلامه بالظبط، لان دي قد دي بالظبط. كده انا ماشيه صح. خلاص، اخد العلامات كلها واقوم ماسكه كده بالمقص واقوم قصه. طب هقص ازاي؟ هقص من اول هنا، احط المقص هنا، مش احط المقص هنا على العلامه دي لان هنا مش مالكه ان انا اعمل علامه. احط المقص هنا من البدايه خالص، واقوم ماشيه على العلامه اللي هي بالقلم اللي انا واخداها لحد الاخر. يعني مش لحد هنا بس، لا لحد البوزه دي، يعني من الاول هنا لحد هنا. اقوم فرداها كده، هتلاقوها اهي بقيت مدوره اهي. اي شكل عايزه ادوره بعمله بالطريقه دي، سواء مفرش سرير، لان اتسالت قبل كده السرير المدور بيتعمل ازاي. طبعا انا لما باخد اي مقاس اي حاجه باخد المقاس الصافي القطر من فوق، وبزود من هنا ومن هنا القيمه اللي انا هزودها 10 سنتي 20 سنتي، ده كله بعمل حسابه في التربيعه يعني في المربع. لو انا مقاسات السرير مثلا عندي فرضا مترين في مترين، هسيب ارتفاع المرتبه مثلا 30 سنتي، يبقى انا اعمل حسابي ارتفاع المرتبه من الجنبين يعني 60 سنتي، واعمل حسابي في الجزء اللي هيدخل تحت المرتبه من الجنبين 10 و10 يبقى 20. كل ده اعمله في حسابي، احسب انا عايزه كام، المربع يبقى كام في كام، وبعد كده ادوره. لو ترابيزه نفس الحكايه، باخد مقاس القطر وبعد كده بقوم سايبه من هنا من الطرف ده جزء ومن الطرف ده جزء لو انا عايزه، وبعد كده بقوم قصه مربع، وبعد المربع بدوره بالطريقه دي. لان انا قلت في الفيديو انا عامله له
فيديو قبل كده في الفيديوهات وهسيب لكم اللينك، لا ما عرفتش اوصل له الصراحه، فقلت اوريكم على قصقصه صغيره. هنركب بقى الجبير ده، كان برضو بواقي عندي. بصوا ده اورجانزا مطرزه، دي كانت متبقيه عندي، ركبتها حوالين داير كده بالشكل ده، عملت منه 2 كفر. انتي برضو لو اي بواقي عندك واي جبير عندك متبقي ممكن تعمليه بنفس الطريقه دي. تابعوني لنهايه الفيديو ان شاء الله وهتشوفوا عملته ازاي، خيطته ازاي. طريقته سهله جدا. بنقفل الجبيره دي القفله بتاعتها بحيث ان هي ما تبانش على بعضيها ازاي. يا رب الفيديو يعجبكم، ويا ريت اللي يعجبه الفيديو يضغط لايك ويعمل اشتراك في القناه ويفعل الجرس للكل علشان يوصلكوا اي جديد بنقدمه. كان عندي قماش بواقي من القماش القطيفه، حتى بصوا موصوله اهو من النص، واصله حتتين في بعض لان هي بواقي. وعندي تل برضو ده الاورجانزا دي. بصي هو اورجانزا مطرزه وممكن تل برضو مطرز، يعني على حسب اللي موجود عندك. اي بواقي عندك هتنفع. اكيد عندك حتت تل بواقي، اكيد عندك حتت قطيفه باقيه من اي حاجه. اعملي بقى اي شكل انت عايزاه، مربع مدور اي شكل. هي الفكره بقى هنا في مفرش الترابيزه المدور، ان انا لما بحط الاورجانزا عليه ما باجيش كده واقوم مخيطاها من هنا على طول، يعني من الطرف ده كده داير، لا لازم اعمل لها تشريبات كده. بصوا كسرات، كسره كسره، طول ما انا ماشيه كده اعمل كسرات عشان تديني الشكل ده. بصوا راميه ازاي، بصوا الشكل رامي ازاي. انما لو عملتها على القد بالظبط بصوا هتديني، يعني هتبقى بصوا عامله ازاي، عامله كده. دي الاورجانزا دي هتبقى مش راميه كده، لا هتبقى مقوسه، شكلها مقوس لان احنا عملناها وفكيناها. يعني حتى في حته هنا باينه في المفرش، بصوا قبه كده من هنا، دي مش مريحه قوي، الحته دي مش مريحه قوي. انما المريح هناك ده بصوا، بصوا كده دي الجزئيه دي، الجزئيه دي مريحه، فهتلاقيها راميه كده وحلوه. هوريكم بنخيطها ازاي. طبعا قص المفرش سواء مدور او مربع ما فيهوش اي مشكله. المدور قبل كده انا قلت تقصوا ازاي التدويره كذا مره، قلت تقص ازاي التدويره، حتى لو رجعتوا الفيديوهات بتاعتي هتلاقوها. ده مفرش نفس الكلام اهو، برضو وصلناه، كان حتتين. طبعا انت بتوصلي القطيفه بتراعي اتجاهات القطيفه لان في حته فاتحه وحته غامقه، فلما بنيجي بنوصل الفاتح مع الفاتح او الغامق مع الغامق. لان برضو بعد ما وصلناها رجعنا فكيناها لان كانت حته فاتحه مع حته غامقه. ده هنركب له الاورجانزا حوالين دايره وهوريكم بنركبها ازاي. ده شكل الاورجانزا اللي انا بستعمله، من هنا متفستن، اللي انا هركبها منه متفستن، لان في اورجانزا او تل من هنا مش متفستن، يعني من هنا هتلاقي في حته تل كده فبنتنيها وبنخيط. لا انا عايزه اللي هي متفستنه دي، بتبقى اسهل شويه. لو ما عندكيش خلاص مفيش مشكله. بركبها على الوش. يعني ايه على الوش؟ يعني بمسك كده، دي بتبقى وشها ليا والاورجانزا برضو وشها ليا، وبقوم حطاها كده واقوم مخيطه حوالين داير. وانا بخيط بعمل تشريبات بسيطه. اولا دي احنا عملناها بالاوفر حوالين داير اللي هي القطيفه دي. الاورجانزا هنا ما بركبهاش من اول الاورجانزا، لا بسيب حته كده صغيره عشان هخيط فيها الجزء اللي هيرجع تاني. هحطها كده، هخيط اسيب 2 سنتي كده واقوم مخيطه، ابدا الخياطه. بسم الله. طبعا انا حاطه الخيط من فوق ابيض لان الاورجانزا هنا عندي بيضه، ومن تحت حطاه بينك لان القماش هنا لونه بامبا. هخيط كده، دي مش هخليها القطيفه دي مش هخليها تبقى عامله كده يعني مكشكشه كده او مرخيه كده، لا القطيفه دي بشدها وبشرب الاورجانزا دي، يعني بعمل لها تشريبات كده. بصوا بسيطه كده، اعملها كسرات كده وانا ماشيه، واقعد الف مع القماش لان دي مدوره، اقعد الف معاها. بصوا بين كل مثلا سنتي وسنتي كده اقوم عامله تشريبات. يعني مثلا اسيب 2-3 فستونه كده ولا 2 فستونه واقوم عامله كسره. بصوا بتديني بقى ايه، بتخلي الاورجانزا دي ترمي كده وتبقى مش
مش فيها يعني مش قابه كده او مش مظبوطه على الترابيزه، او مش راميه كده على الترابيزه وحلوه، لا. بص تشريبات بسيطه خالص اهي. بصوا كده بين كل يعني فستونه وفستونه، يعني بصوا دي فستونه اهي مثلا بعد 3 فستونات او عامله كسره كده، والكسره اللي اعملها دي بحيث ان هي ما تبانش، تبان كانها فستونه بالمنظر ده، عشان انا هنا بركبها من الاول خالص، يعني من على الوش مش من جوه، فبتبقى باينه. بصوا الفستونات لازم تبقى باينه كده وشكلها شيك. بعد ما نخلصها هوريكم، يعني هفضل ماشيه كده مع الدوران ده لحد الاخر. بعد كده هوريكم القفله بتاعه المفرش هكون ازاي، بقفل التل على التل ازاي. هنا خلاص خلصنا الاورجانزا، ركبناها من اول المفرش لحد قبل اخره بشويه كده، يعني قبل 2 سنتي كده من هنا. بقوم عامله ايه، حاطه الاورجانزا كده ازودها عن بدايه المفرش. يعني احنا سيبنا هنا اهي الاورجانزا في الاول، سيبناها كده. الاورجانزا في الاخر ما بحطهاش عليها بالظبط، لا، بسيبها زياده عنها حوالي 3-4 سنتي كده، واقوم قصاها. اقص الاورجانزا، بصوا يعني هي زيادة عن المعدل المطلوب حوالي 7 سنتي او 10 سنتي تقريبا يعني. بطلعها من تحت الدواس، وبخيط الاتنين في بعض. بخيط دي في دي، بعملها زي ما كنا بنعمل الخدادية زمان، بحط الاتنين كده على بعض وبقوم مخيطاهم. طبعا بظبطهم كويس قوي بحيث ان التطريز اللي من تحت ده يكون على التطريز مظبوط، ما يكونش واحده طالعه وواحده نازله. وبعمل فورماتوره في الاول عشان ما تفكش، لان كده دي كده متوصله ببعض، فممكن تفك مع الشد مع الغسيل مع كذا بتفك كده. انا خيطتهم اهو في بعض. بعد ما خيطتهم في بعض يعني عايزه شكلها يبقى انضف شويه، لا اما بقصها كده بسويهم، بسيب بس حته صغيره كده اللي باينه من الخياطه، لا اما بعملها اوفر وخلاص على كده. انا من رايي بعملها كده، عشان لو مش عندك اوفر بعملها كده، وبقوم عامله بعد ما خيطتهم كده في بعض بقوم تانياها كده على بعضيها، تانيه فوق التانيه، بحيث ما تبينيش كأن احنا مش عاملين خياطه خالص. بصوا بخيطها يعني ايه، كأن خياطة سحرية كده، يعني ما بيبينش الخياطة. طبعا انا مزودة كتير، مزودة حوالي 10 سنتي او مزودة 7 سنتي عن المقاس، عشان الحاجات دي كلها اللي احنا بنعملها. وننضف كده لو في اي حاجة فتلة طالعة اي حاجة ننضفها. خلاص كده خلصناها، نبدأ بقى نحطها على المفرش ونرجع نخيط زي ما كنا بنخيط بالظبط. بقوم مخيطه كده عادي خالص، واعمل التشريبات اللي احنا بنعملها برضو زي ما كنا بنعمل اهي. هاجي عند الحته المتوصله دي واقوم كسره كبيره كده عشان ما تبانش ان هي متوصله. طبعا وانتي بتكسريها كده بتحاولي تخلي الفستونه اللي من فوق دي شكلها حلو عشان ما تبانش الوصله اللي احنا عاملينها. وباجي هنا وأقوم عامله فورماتوره، هي يا دوبك هي طلعت على قد، مع اننا مزودين حته كبيره بس طلعت على قد القرصه بالظبط، يعني 10 سنتي مش قليل لما بزوده اهي. بصوا مرتاحه كده وراميه مش شاده كلها اهي. بصوا شكلها، بصوا شكلها عامل ازاي، كلها مدوره. يا رب الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.